السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا مهنيين، ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم بالصحه والهنا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الوصفه تاع اليوم هي وصفه صابليه شيش خفيف، على بالي بلي راح يعجبكم. ونتمنى يعني تجربوها في هذا العيد ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا تاع اليوم، انا خديت لهنايا 250 غرام تاع مارغرين. نتوما تحبوا مارغرين ولا زبده؟ تحبوا ديروا 125 غرام، ولا تضاعفوا الكمية ديروا 500 غرام. عادي يعني نتوما وكيما تحبوا. انا لهنايا درت 250 غرام. كيما راكم تشوفوا نحيت كامل هذيك يعني الكميه تاع الزبده تاعي، ما خليت والو في الباطا، والو في تيتا ما نخليوهاش. كما راكم عارفين مع غلاء الاسعار، ربي قدرنا وخلاص. المهم ما تحاولوا كما نقولوا ما تكتروش، ما تحاولوش تكتروا، ديروا نوع ولا تنين للفعل فقط. كما راكم عارفين يعني عيد الفطر هو خاص، يعني كما نقولوا خاص بالحلويات وملابس العيد، ماشي كما العيد الاضحى. نتمنى يعني نقولوا نكملوا هذه الايام المباركه بالصحه والهنا ان شاء الله، ونعيدوا مهنيين ان شاء الله. كما راكم تشوفون نرجعوا للوصفه تاعنا. عندنا 250 غرام تاع زبده، نضيفوا لها كيس تاع الفلون ذوق الفاني. انا ضفت كيس واحد، اللي تحب تضيف 2 كيس تنقص كمية السكر، وتضيف 2 كيس تاع الفلون فاني. انا لهنايا ضفت كاس ناقص ربع تاع السكر رطب، وضفت 3 حبات بيض، يعني حبة بيض و2 صفار بيض، حبة بيض كاملة مع 2 صفار بيض، زائد كاس تاع مايزينا نشاء الذرة. كما راكم تشوفوا الكاس يكون مملوء. نخلطوا كامل هذوك المكونات مع بعض حتى تذوب لنا هذيك الزبده تاعنا. كما راكم تشوفوا انايا استعملت بيدي، بيدي لانه من يعني صراحه نحب يدي باه نعرف القوام، نحس بالقوام تاع الكريمه تاعنا. كما راكم تشوفوا خلطوها مليح، وكي تصيبوا هذوك الحبيبات تاع الزبده لبسوهم بيديكم. كما راكم تشوفوا تحبوا تستعملوا الباتور عادي تاع، يعني كما تحبوا نتوما، ولا الفوي. انا استعملت يدي. كما راكم تشوفوا نرجعوا الزبده تاعنا قوام كريمي. كما راكم تشوفوا يعني ضفنا للكميه تاعنا ضفنا لها نصف كاس تاع الزيت. كما راكم تشوفوا نزيدو نخلطو كامل هذيك الكريمه تاعنا. شوفوا القوام كيف جاني، يعني جاني قوام كريمي، جاني رطب، دابت لي كامل هذيك الزبده تاعي. كما راكم تشوفوا ما تخافوهاش، يعني خلطوا الزبده كي تكون قبل ما ديروا الفارينه وكامل، ما تخافوش الزبده تاعكم قد ما تحلوها مليح. نضيفوا لها مغرف صغيره تاع، عفوا انا ضفت نصف تاع كاس تاع فارينه، وضفت رشه تاع الملح، وضفت مغرف صغيره تاع خميره حلويات، وضفت مغرف صغيره تاع لافاني، عطر الفاني. تحبوا تستغناو عليه عادي نورمال، لانه رانا ضفنا الفلون ذوق الفاني. نخلطوا كامل هذوك المكونات ونبداو نزيدوا الفرينه تاعنا. انايا الفرينه خضات لي حوالي 4 كيسان ونص تاع فرينه. ضيفوا غير بالعقل كما راكم تشوفوا، على حساب الفرينه اللي عندكم. كاينه فرينه اللي تشرب، وكاينه الفرينه اللي ما تشربش. انا خضات لي 4 كيسان ونص تاع فرينه. كما راكم تشوفوا لميت العجينه تاعي كامل، نحيت هذيك الزياده هذيك نحيتها من صبيحتيه وكامل كما نقولوا نقيتهم. كما راكم تشوفوا شوفوا العجينه تاعي، قوام تاعي قعدت لي طريه. سيو ما تنشفوهاش مليح، لانه الصابلي كي تنشف بزاف تجيكم يابسه، يعني تجيكم تتقرمش بزاف، ما تنجح لكمش.
خليوها شويه طريه. وكي تحلوها سورتو الا حليتوها بالفرينه خليوها قد ما خليتوها طريه مليح. واذا درت استعملتو ساشي ولا كيما راني انايا عادي هكا تقدروا تحتفظوا بالقوام تاع العجينه تاعكم. كيما راكم تشوفوا انايا لهنايا سقمت البلان دو طرافاي تاعي، رفدت كامل هذوك الاواني اللي استعملتهم. هو راني راح نستعمل هاد الليمون، هو كيما نقولوا صابلي الزليج. راهو طوندونس هذا العام، ما كاش اللي ما جربوش يعني. واذا كي مازال ما شريتيش المول تاعو نقول لك غير شريه وجربيه، يعني صابلي بزاف شباب. الشكل تاعو شباب بلا يعني بلا ديكور بلا تزيين، شباب الشكل تاعو. كيما راكم تشوفوا حليت العجينه تاعي، درت الساشي، حليت العجينه تاعي. خليوها شويه العجينه تاعكم خليوها شويه خشينه باه يجيكم الرسمه تاع الزليج تاعكم، كيما نقولوا تاع المول تاعكم. راني نحل فيها لهنايا يعني حوالي 3 مليمتر، خليوها حوالي 3 مليمتر العجينه تاعكم. كيما راكم تشوفوا حليوها مليح. انا لهنايا قسمت العجينه تاعي نصف خليته لون اصفر عادي يعني اللون تاع العجين تاعي، ولون لونته ونصف لونته باللون الاخضر الفاتح. درت لفته ملون ماشي منكه، ضفت له ملون اخضر فقط، ما كما نقولوا ما زدتلوش النكهه تاع الذوق تاع البيستاش. كيما راكم تشوفون نطبعوا كامل هذيك العجينه تاعنا بالمول تاعنا، ولكن الاختيار يعني المول يجي فيه الساشي يجي فيها الأربعة لي موديل، يعني 4 لي موديل تاع لي مول تاعكم، الأشكال تاعكم. صراحة يعني أنا كي طبعت هادوك الأشكال تاعي، شوفوا الشكل تاعها كيف جات، شوفوا القوام تاع العجينة والسمك تاعها. نرجعوا كما نقولوا لهضرتنا من قبل. انايا كي طبحت العجينه تاعي يعني صراحه عذبتني بزاف، لانه هادو لي مول كما نقولوا الشكل تاعهم رقيق يعني غير في الدقيق، وتلصق بزاف، تلصق فيهم العجينه، تدخل بزاف فيهم العجينه وما تحبش تخرج، يعني تتنحى لي نص ونص يقعد لي في المول. يعني سيو نتوما كيفاه يعني غير بالعقل، ما تكتروش الفرينه بزاف بطير لكم من المول تاعكم. ها هي الحلوى تاعي، انايا كنت شعلت لهنايا الفرن تاعي ودخلتها طيب. ما تخلوهاش تنشف لكم بزاف، غير تنشف لكم شويه طفيو عليها. كما راكم عارفين الصابلي ما تحبش طياب بزاف، قيس كيما نقولوا درجه ما تنشف برك تعاودوا تنحوها. ها هي الصابلي تاعي، شوفوا الشكل تاعها جات ما شاء الله، يعني بلا ديكور بلا تزيين، الشكل تاعها شباب. انا لهنايا عندي كونفيتور يعني معجون تاع التفاح، هذا هو اللي متوفر عندي في الدار. تقدري تستعملي اي معجون متوفر عندك تاع البرتقال ولا تاع المشماش ولا اي معجون تقدري تستعمليه. وكما راكم تشوفوا لصقت الحبه تاعي بالمعجون، ودرت لها شويه تاع معجون من الاطراف، وغمستها في نواه كوكو وحطيتها. يعني جات صابلي بزاف شابه، جات هشيشه تذوب في الفم. يعني ننصحكم تجربوها، على بالي بلي راح تعجبكم. واذا جربتوها خلوا لي تحت التعليقات تحت لا فيديو الا جربتوها وعجبتكم. وما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو باه يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، هكا تعاونوني باه القناة تاعي تكبر. راكم عارفين بلي قناتي مازالت صغيرة، يعني راهي في البدايات يعني وتكبر بيكم ان شاء الله، لانه بلا بيكم ما نقدر انا ندير والو. خلوا لي جام تحت لا فيديو هكايا باه يطلع الفيديو ويشوفوه ويستفادوا منه بزاف ناس يعني، ويشوفوا عدد كبير من المشاهدين. نولوا للصابلي تاعنا، شوفوا الشكل تاعها. انا درت لونين، درت اللون الاخضر واللون الاصفر العادي، يعني لون الصابلي العادي. شوفوا البنات يعني جات ما شاء الله شكل وشباب كما يقولوا كوغ وديكور
ننصحكم تجربوها. هاي البنات الصابلي تاعي، شوفوا كيفاه جات ما شاء الله، يعني شوفوا الله يبارك. ما ندمتش صراحة كي شريت هاد الليمون. شابين بزاف، شوفوا شحال شابة. شوفوا كيفاه جاتني هشيشة، جاتني ما شاء الله. البنات يعني خياتي، نتمنى الصابلي كيما قلت لكم ما تخليوهاش طول بزاف في الطياب، لانه كي طول بزاف راح تيبتلكم وما تجيكم شابه. هي تنشف برك كيما نقولوا، تشم ريحه السخانه برك في الفوق ونحيوها. هذه هو السر اللي يخلي الصابلي تاعكم تجيكم هشيشه. ومامتو العجينه تاعكم قد ما تخلوها طريه مليح، قد ما تخلوها طريه مليح، لانه كي تنشفوها تنشف لكم العجين تاعكم وتنشف لكم الصابلي تاعكم، وبعد تجيكم يابسه وتجيكم مقرمشه ومش راح تعجبكم صراحه. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش ديروا لي جيم تحت لا فيديو وبارطاجيوه لاكبر عدد من المشاهدين، يعني تقدروا تبارطاجيوها مع العائله مع الاصدقاء. نتمنى يعني تطلعوا لي القناه تاعي. وهذا كامل.